واحد الفئة كتسنى بفارغ الصبر وكتسنى الحكم فوقاش غتثبت البراءة، مع العلم أن الإنسان راه عارف راسو بريء كل براءة وكيتسنى المخزن انت غادي يبرئو، انت غادي تثبت البراءة ديالو. ومع الأسف الشديد الفئة الأخرى كتسنى فوقاش غادي يكون الحكم وفوقاش غادي يتلدد في العذاب ديال الطرف الآخر، في حالات إلا شافو كيتعذب لا يعذب شي واحد. واش بصح هادي علامة من علامات الساعة؟ واش بصح هادي من علامات الكبرى يا عباد الله؟ واش بصح هاد الشي ما كيبكيكمش؟ واللي ما بكاش هاد الموضوع والله الا قلبو من الحجر، واللي ما بكاش هاد الموضوع راه ما فيه لا ايمان ولا خوف ولا التوزة. كتشوف واحد العائلة اللي كانت مودة وهي مجموعة، كتشوفهم فرحانين دوزو واحد الوقت زوينة وكنا كنصفقوا لهم وكنا كنشجعوهم وكنا فرحانين معاهم، وكنا لدرجات الا بكاو كنبكيو معاهم ولا فرحوا كنفرحوا معاهم، ولدرجات الوقت ما كنحسوش كيفاش كيفوت مع الفيديوهات نتاعهم. والله القسم الا كنا مع هاد الناس ما كنحسوش بالوقت، مهما كيطلع لينا الفيديو نتاعهم ما كنحسوش كيفاش داز الوقت. كنقولوا يا ريت لو كان تزاد طول هاد الفيديو، وكاين اللي كيتفرج ويعاود يولي عنده يتفرج بزاف ديال الناس. ومع الاسف الشديد دابا كنشوفوا هاد العائله واحد الطرف كيحفر على الطرف الاخر، كنشوفوا هاد العائله باقي غير القرطاس ما تكلمش بيناتهم، كنشوفوا هاد العائله كل واحد كيتسنى مع العلم ان واحد الطرف صامت وكيتسنى مسكين انت تثبت البراءه ديالو، وكيستنى انت ينطق داك الحكم وكيقول الا مكتب عليا نمشي، راني عارف راسي باري غادي نمشي باري، ولا وانا ما درتش وما نخافش. وكيهضر مسكين بكل ثقه في النفس. والطرف الاخر الله اعلم ما نقدروش نحكموا ولا نعرفوا لا ياش كيخطط ولا شنو ناوي ولا علاش ناوي، ولا راه داير راسو في الطريق الغالطه ومع اشخاص الغالطين. والانسان اللي كيستعن بالبراني باش يغرق الدخلاني كما نقولوا، راه اكبر مصيبه على وجه الارض لما تدخل البراني باش تغرق اقرب الناس ليك. هذه عيب وعار وحشومه. يا ريت الانسان يستعن بشي واحد من العائله ديالو ولا من الاقارب ديالو ولا من الدوار ديالو، ولا يمكن غادي يضرب ويمكن غادي يحن ويمكن غادي يلهمو الطريق الصحيح ويمكن غادي يدخل بخيط ابيض ويمكن ما يدخلش كاع، ويمكن غادي يدير شي محاوله من البعد، ويمكن غادي يتقي الله يدير شي خطوه كما دايره. ولكن لما الانسان كيستعن بواحد الشخص بعيد عليه كل البعد وما عارفش راسو راه واش كيوري له الطريق الصحيح او لا الطريق الغلط، راه اكبر مصيبه من المصائب ومن الكبائر. لا حول ولا قوه الا بالله. اللي متفق معايا يخلي لي في التعاليق الراي ديالو، والراي يكون تحترم. اللي متفق معايا في هذا الكلام واللي راه قلبو كيبكي الدم على هذا المشكل هذا، واخا حنا بعادين على ان هاد الناس كل بعد، ولكن كنبقاو مسلمين وكيبقاو خوتنا في الله كاملين وما نبغيو الحبس لحتى شي واحد فيهم. الله يرحم لكم الوالدين يا هاد الناس اللي كتسبوا وكتعايروا. شكون في هاد الاشخاص غادي يدخل الحبس وغادي تبننوا في البكاء ديال ولادو وغادي تبننوا في الحزن ديال ولادو؟ شكون ما بغى يكون من هاد الناس، سواء الظالم وسواء المظلوم، شكون ما بغى يكون؟ اين واحد فيهم غادي تبننوا في العذاب ديالو؟ اين واحد فيهم؟ وباش حنا مسلمين وباش حنا قلوبنا
مسلمين باش حنا انسان. لو كان غير بعادين، لو كان غير راه شي عدو، كان شي عدو كبير، شي سفاح، شي مجرم، راه غادي نتسناو العذاب ديالو بفارغ الصبر، غادي نكونوا دايرين عليه ما عرفت شنو. ولكن لما كنشوفوا واحد الانسان اللي هو بريء، اللي هو مسكين داخل سوق راسو، اللي هو ما كيجبد حد، اللي هو قلبه كبير، اللي هو قلبه طيب، ونجيو حنا نحفروا له وكيعايروا بعض الناس كيقولوا راه بسبب ديال هاد الشيء كله هي المراه ديالو. ولا نفرض هاد المراه هكا كما كتقولوا نتوما، واخا حنا ما شفنا والو، كما كنقولها في الفيديوهات ديالي كاملين، كما حنا ما شفنا والو من هاد المراه، ولكن حنا نتبعوكم في الراي ديالكم، نديروا كاع هاد المراه خايبه لهاد الدرجه، ونديروا كاع هاد المراه مجرمه كاع، حاشا لله، استسمح على الاخت راضيه، نديروا هاد المراه كاع هاد الشيء كامل اللي قلنا فيها. واش ترضى عليكم النفس ديالكم تمشيو هاد المراه مثلا نحكموا عليها الله يحفظ بالاعدام؟ واش ترضى عليكم نفسكم تمشيو تعدموا هاد المراه وتخليو 4 الوليدات كيشوفوا، وتخليو 4 الوليدات؟ راه شكون فيكم اللي ما كسبش الدجاج؟ شكون فيكم اللي ما عارفش لما كيكون الدجاج مجموع كيكونوا الفلال الصغيورين مجموعين، لما كتلف عليهم امهم هادو غير هذا الدجاج، غنعطيو مثال غير بالدجاج، لما كتلف عليهم امهم اولا كتموت كنشوفوا داك الدجاج كيتشتت وكيبقاو يغوتوا مساكين، وكيبقاو يعني غادي يشفوا بنادم غادي يبكي عليهم، النصراني واليهودي والمسلم وما عرفتش. وما بالك يا بنادم، يا هاد المراه مسكينه اللي حاقرها واحد الفئه كبيره حاقره عليها وكتقول لك دايره ودايره ودايره. بالله عليكم واش غترضاو على نفوسكم تشوفوا مثلا هاد المراه كما قلت لكم معدومه تحكم عليها بالاعدام؟ واش غتجيو قبلتها وتبننوا في الاعدام ديالها وقدام وليداتها؟ واش هاد الولاد ما عندهم لا اصل ولا مفصل ولا قيمه ولا حتى شي حاجه؟ واش القلب ديالكم ما فيه حتى شي نقطه ديال الرحمه؟ هذا غير كنضربوا به المثل. اما حنا ما شفنا والو من هاد السيده. تقدر تكون المشاكل عائليه كما كتكون بين العائله، قول لي نقول لك هذا قال هذا دار هذا فعل هذا ترك، هاد الشيء راه عادي جدا. علاش حنا نوصلوا الامور ديال لهاد الدرجه ونستعنوا بواحد براني وندخلوه في الوسط ويورينا الدمار المدمر اللي غادي ندمروا به بعضياتنا، ونهار التالي كي غنديروا نشوفوا في بعضياتنا غتجي واحد الوقت، الايام طويله، غتجي واحد الوقت ونعدوه هاد السيد تحكم بالحبس الله يحفظه يا ربي. غتجي واحد الوقت ضروري ما غتجي واحد الوقت ويكون الصلح. يلا كيفاش غتهزوا وجهكم من الارض؟ كيفاش غادي تقول له اسمح ليا؟ واش غادي تقول له اسمحوا ليا حيت دخلناكم للسجن، دخلناك للسجن، انت ما درتي والو غير ما دار ليا فلان وفرتلان، راه غير وصلين المغلوطات، غير كنت حاكم بالغلط، غير داك النهار كنت معصب، غير داك النهار. علاش هادشي اللي غادي يتقال غدا ما نفكرش فيه اليوم؟ شكون فينا اللي كيتسنى يوقف قدام المحكمه يا عباد الله ويخرج واحد الطرف مسجون وغادي نرفعوا الرايات ونبقاو نزغرتو على اي واحد فيهم؟ كنتمنى تبننوا مزيان في هاد الكلام اللي كنقول انا، بعدا كنهضر بواحد الحرقه، اعوذ بالله من قلت انا، راه ربي اللي عالم بيا. كنتمنى الرساله ديالي توصل، وكنتمنى تكونوا كاملين على حق، والله ينصر الحق، كلنا صوت الحق، كلنا صوت الحق. تحياتي لكم كبيره من عند سعيده غفير، والسلام.